السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناتكم لمسة بركة. ان شاء الله هنكمل سلسلة التفريز الخضروات، وان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل صلصة الطماطم بطريقة سهلة وجميلة وهتعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة هنصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا أبواب الفرج. يلا بينا نشوف الفيديو. بسم الله. اغسلي الطماطم كويس جدا، جيبي الطماطم اللي تعجبك بالكميه اللي انت عايزاها، هي هتقعد لمده سنه. اغسليها كويس قوي زي ما انتم شايفين، عشان اي تراب اي طينه اي حاجه تنزل في الميه الجاريه زي ما انتم شايفين. بعد كده يا جماعه المرحله الجايه هنحطها ونسلقها في ميه مغليه لمده 5 دقايق بس. مش مطلوب منكم انك تغلوها في الميه المغليه 5 دقايق بس، عشان تبقى سهله معايا المرحله الجايه. علشان المرحله الجايه هتبقى مرحله التقشير القشر. زي ما انتم شايفين هنحطها في ميه بتلج عشان تبقى سهله معانا في اننا نقشرها بسهوله. هنحطها يعني حوالي برضو 5 دقايق بالظبط، ونقلبها كل شويه علشان نضمن انها القشره تطلع بسهوله معانا. هنقشر الحبات الطماطم بكل سهوله، القشره هتطلع معانا بكل سهوله من غير ما الطماطميه تتهري ولا اي حاجه، ولا في غلبه فيها خالص. بكل سهوله هتقشري الطماطمايه. هنيجي على المرحلة التانية وهنقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة، زي ما انتوا شايفين كده. بالكمية بقى اللي انت عايزاها زي ما انت عايزة بقطعيها، او ممكن على فكرة تحطيها زي ما هي، بس احنا للأضمن انك تقطعيها. لو وصلت لحد هنا من الفيديو صلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل على سيدنا الحبيب يا رب. تاني حاجة هنحطها في على نار متوسطة عشان تتسبك وتخرج كل السوائل اللي فيها او المية، عشان المية اللي فيها تقل. هنسيبها تتسبك خالص، يعني زي ما اكنك بتعملي تسبيكة المحشي كده بالظبط، وتبقى منسوبها تقيل. طبعا عندك خلاط، اضربها في الخلاط. عندك هاند بلندر زي ما انتم شايفين، اعمليها الموجود عندك المتاح، اعملي بيه. ما شاء الله هتتفرم معاكي وتتخلط معاكي زي الفل بكل سهولة. هنصلي على سيدنا الحبيب يا جماعة، نصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل على سيدنا الحبيب. لحد كده لو وصل لكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك بعد إذنكم. ما شاء الله فرمناها وسبناها تبرد شوية علشان نبقى جاهزة للتفريز. لما تبرد تماما خالص تبقى هادية خالص. بعد كده هنخش على التخزين بقى. عندك مرحلتين، ممكن تخزنيها في علب تلاجة زي ما انتم شايفين قبل التفريز، او كيس التفريز، او ممكن عندك اي اكياس تلاجة عادية خالص، ما فيش مشكلة. فرزي زي ما انت عايز تفرزي، المهم تتفرز بالطريقة الصح وخرجي اي هواء موجود فيها في الاكياس. تمام. حطيها بقى، رصيها في التلاجة بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده منظرها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي، يفرح بسعة ربنا. خرجي اي هوا من الاكياس عشان تبقى التغليفة كويسة وما تعفنش معاكي. حطيها بقى في الفريزر بتاعك وخزنيه كويس قوي. وزي ما انتم شايفين كده. لحد هنا الفيديو خلص، واقول لكم كده لو عجبكم السلام عليكم ورحمة الله.